لو عاوز تعرف إيه اللي لازم تعمله أول ما تاخد قرار إن أنت تعمل عملية من عمليات السمنة، تابعني في الفيديو ده. بعد ما تاخد قرارك وتشور على أهلك وأصحابك وعلى ما تجهّز فلوسك وقبل العملية بحوالي أسبوعين، لازم تبقى عارف أي عملية من عمليات السمنة لها مزايا ولها عيوب، وإن ما فيش حاجة كاملة، لكن لو المزايا أكتر من العيوب فما تترددش، زي الواحد أو الواحدة لمّا بييجي يخطب أو بتتخطب، لو لقى نُصّه التاني مزاياها أكتر من عيوبه فما يترددش ويتوكل على الله. حياتك هتتقسم نُصّين، نُص قبل العملية وده عايزين ننساه، ونُص بعد العملية وده اللي هنكمّل معاه. عمليات السمنة مش سحر، لكن أنا باعمل عملية عشان أقلل أكلي وأغيّر نظامي وأصلّح عاداتي الغلط عشان أقدر أحافظ على عمليتي وعلى فلوسي اللي صرفتها. العملية مش حرمان، العملية توازن، يعني هناكل كل اللي نفسنا فيه ولكن بنظام. عايزين نعمل زي الناس الأكّيلة لمّا بيروحوا عزومة بيركّزوا بس على البروتينات، ما بياكلوش غير اللحوم والأسماك، لكن الرز والعيش والمكرونة وخلافه ما يعرفوهوش. نمشي على نظام غذائي صحّي غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، زي اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه. ممكن ناخد مكملات بروتين غذائية زي الواي بروتين وخلافه. نبعد عن الدهون والنشويات والسكريات والمشروبات الغازية، عشان ده بيقلل حجم الدهون الحشوية اللي في البطن وبيقلل حجم الكبد وحجم منديل البطن، فبتكون العملية أسهل بفضل الله. نوقف التدخين تماما عشان ما يحصلش مضاعفات زي النزيف والجلطات وقلة التئام الجروح. نوقف المشروبات الكحولية لو بنشربها. نوقف أدوية السيولة زي الأسبرين قبل العملية بأسبوع. نعرف الدكتور بتاعنا لو بناخد علاج لأي حاجة مزمنة لا قدر الله زي الضغط والسكر وحساسية الصدر، وإيه هي العمليات اللي عملناها قبل كده. نقعد مع الدكتور بتاعنا قعدة عرب ونسأله عن كل ما يخص العملية وعن أي حاجة خايفين منها، ولو افتكرت حاجة بعد ما تروح رن عليه في التليفون. أهيئ نفسي كويس للعملية، أتكلم مع الناس اللي عملت عمليات قبل كده ومع اللي يديني طاقة إيجابية مش سلبية، وخليك عارف إن اللي يصلح ليك ما يصلحش لغيرك والعكس صحيح. نمارس التمارين الرياضية يوميا من 15 ل 30 دقيقة زي المشي والجري. نزود الحركة بتاعتنا، نمشي بدل ما نركب، نطلع السلالم بدل ما نستخدم الأسانسير أو السلم الكهربائي. لو عاوز تعرف إيه هي التحاليل والفحوصات المطلوبة قبل جراحات السمنة، تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.